السلام عليكم. اعمل لايك وشير يا ابو الصحاب، وما تنساش تعمل متابعة عشان ما يفوتكش كتير. وقبل ما اقول لك اي حاجة ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات، لان دعمك لينا سواء بشير او بلايك او بكومنت صدقني بيفرق معانا كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. الكابتن خالد الغندور طلع على قناة المحور وقال لك ان الزمالك بيقدم مستوى عالي جدا الموسم ده، وكون الزمالك في المستوى الثالث في المركز الثالث ده حاجة كويسة جدا. نسمع كده مع بعض. طيب، عايز اقول حاجه واحده بس بالنسبه لتعادل الزمالك في 3 مباريات متتاليه، سواء مع سيراميكا، قبليها مع البنك الاهلي، قبليها مع المصري، وقبليها فوز على الاهلي بالانسحاب. الزمالك بيقدم نتائج جيده جدا. الزمالك بيقدم نتائج جيده جدا، وانتهاء الموسم بوجود الزمالك في المركز الثالث فهو انجاز للزمالك. انت بتتكلم جد يا خالد؟ والله مستوى عالي جدا ومستوى كويس جدا، وانت تالت سنة على التوالي بتطلع تالت الدوري يا كابتن خالد. مستوى عالي، وانت بقالك تالت سنة على التوالي لأول مرة في التاريخ الزمالك ما بيتأهلش فيها لدوري أبطال أفريقيا. مستوى عالي ومستوى كويس، وانت طالع على أرضك قدام جمهورك من فريق مغمور في الكونفدرالية، أنشأ سنة 2017. لو هو ده المستوى اللي المفروض يبقى الزمالك كويس فيه، يبقى يا ألف خسارة عليك يا زمالك.